دلوقتي عايزك تتخيل نفسك ثعلب في صحراء وقدامك نوعين من الارانب. خلاص حلو. انت ثعلب، انا ثعلب وقدامك نوعين من الارانب. حلو. قول قدامي نوعين من الارانب. تمام. نوع مربرب كده ومتغذي ومعضل، والنوع التاني يعني هزيل كده وصغير ووضعه صعب. هتختار انهي وانت جعان هفتان عايز تاكل مش قادر؟ الصراحه كده انا لو ثعلب طبعا محترم كده احب اطلع الطلعه اجيب ارنب كبير كده يغديني. ارنب متغذي المعضل ده بالظبط كده. بس ده ممكن يفرهدك يا مروان، يفضل يجري وتجري وراه طول اليوم وانت جعان وهفتان، يخليك تجوع وتهفت اكتر وما توصلش لحاجه في الاخر، تزهق وتسيبه وتمشي. الصراحه منك منطقي شويه. في مقابل ان انت كان ممكن الارنب الصغير ده لو انت سهل كده في متناولك تاخد لك 2 تشويهم وتظبطهم، بس انت ثعلب مش هتشوي بقى، هتاكلهم على طول. بس يعني ايه علاقه كل الكلام ده فيديو اكس؟ احنا لا اللي ليه علاقه معلم. يلا بينا. يلا بينا. المثال اللي لسه قايلينه ده اللي هو ما بين الثعلب والارنب هو بالظبط اللي بيحصل ما بين المستخدم والويب سايت، بس على العكس. هنا الويب سايت بيكون فريسة عايز المستخدم اصلا يفترسه، مش عاوز يهرب منه. فالسؤال اللي المفروض يكون جه في بالك دلوقتي هو ازاي انا كديزاينر اصمم موقع يكون فريسة جذابة لليوزر. هو ده بالظبط السؤال اللي جاوبك عليه مستر جاكوب نيلسون، وقال لك عشان الموقع يكون جذاب للمستخدم لازم يحقق شرطين. الشرط الأول إنه يكون وجبة مغذية للمستخدم. الشرط الثاني إنه يكون سهل الوصول للوجبة المغذية دي من خلال الموقع بتاعك. يكون وجبة مغذية إزاي؟ إنه يعرض أجزاء مختلفة من المحتوى اللي موجودة في الموقع في الهوم بيج عشان يشد المستخدم ويعرف إنه الموقع ده مليان من المحتوى اللي هو عايزه أو ممكن يحتاجه في المستقبل. وسهل الوصول ليه بإنك تخلي دايما طول ما المستخدم في الموقع في أي مكان السيرش فيتشر ظاهرة وواضحة بالنسبة له، بجانب ان انت ممكن تستخدم الفاسيتد نافيجيشن اللي بتخلي كل الاسبكتس او العوامل اللي المستخدم ممكن يدور بيها على اي ايتم هو عايزها واضحة ومكشوفة بسهولة للمستخدم. دلوقتي محتاجين نفهم كويس جدا مصطلح الانفورميشن سنت. الانفورميشن سنت هو ريحة المعلومة، وهو المسؤول عن الخطوة اللي جاية اللي المستخدم هياخدها في انهي اتجاه. زي ما الثعلب بالظبط بيبدأ يقدر كده ويشم فريسته ويشوف هو هيمشي في انهي اتجاه، المستخدم بيبدأ يقدر بناء على اللينكس المختلفة اللي قدامه هو هيروح في الخطوة اللي جاية في انهي اتجاه. فتعالى نعرف مع بعض اكتر ازاي نخلي الانفورميشن سنت بتاعتنا عالية عشان المستخدم يفضل معانا في الموقع ومكمل لغاية ما ياخد الفاليو بتاعته من الموقع بتاعنا. عشان نحقق الهدف ده محتاجين نهتم ب3 حاجات. الحاجة الأولى اللينك ليبل، الحاجة الثانية الكونتنت كوم ويز لينك، الحاجة الثالثة هي الكونتكست أو السياق اللي انت حاطط فيه اللينك ده. خلينا ناخدهم واحدة واحدة. اللينك ليبل أو عنوان اللينك لازم يكون مختصر وواضح للمستخدم بحيث أول ما يشوفه يقول هو ده ويدوس ويخش على طول. يعني بص مثلا هنا في موقع سيسكو أول ما هتدخل هتلاقي مكتوب سيسكو NGFW. طبعا انت واحد مش متخصص قوي وملكش قرايب شغالين في سيسكو فاكيد معرفتش يعني ايه NGFW، واللي هي معناها Next Generation Firewall. وهنا دي مشكلة في اللينك ليبل، هو انه مختصر بس محققش غرضه، وهو انه يوصل المعلومة بطريقة مبسطة. تاني حاجة محتاجين نهتم بيها الكونتنت كوم ويز لينك، وهي اي محتوى اضافي مع اللينك زي الصورة او الايقونة اللي مهمتها انها تجذب المستخدم اكتر وتوضح لي اكتر ايه هو المقصود باللينك. هنا في موقع نون بص كده في الجزء بتاع اقوى العروض الصورة اللي مع اللينك، اكبر حاجة ظاهرة في الصورة هي المكنسة الكهربائية. انا لو واحد داخل عاوز اجيب مكنسة هتبسط جدا وهدوس على اللينك على طول. بس شوف بقى هنا المشكلة ايه، انك اول ما بتدوس بيجي لك حاجات كتير جدا بس اكبر حاجة انا داخل عشانها اللي هي المكنسة مش موجودة، ودي مشكلة في الكونتنت كوم ويز لينك. الانفورميشن سنت هنا كان منخفض لان الصورة او الكونتنت كوم ويز لينك
كان غير معبر عن المحتوى اللي اللينك بيدخلني عليه. وده اللي امازون ما وقعتش فيه. بص كده على المثال ده، هتخش على امازون هتلاقي مكان للعروض اهو برضو، بس هنا اسمه عروض اليوم. بص كده على الصورة اللي موجودة مع اللينك، فيها كارت ميموري وفلاشة. انا لو كنت فعلا داخل عايز كارت ميموري او فلاشة اكيد مش هتردد وادوس على اللينك ده. بس الفكرة هنا بقى اول ما دوست طلع لي نفس المنتجات اللي موجودة في الصورة. وهنا امازون استغلت الصورة اللي مع العنوان في انها تجذب المستخدم اللي فعلا محتاج العرض ده، وفعلا هيخش هيلاقي اللي هو عايزه. وهنا نجحت امازون ان هي تعلي الانفورميشن سنت. ولو دخلت تجرب تاني في امازون دلوقتي مش هتلاقي اي صورة غير معبرة عن المحتوى اللي جوه اللينك ده، بخلاف اللي حصل مع نون. تالت نقطة مهم ان انت تكون واخد بالك منها جدا هي الكونتكست او السياق. يعني ممكن جدا تكون مختار عنوان اللينك بشكل مناسب ويكون مختصر وكل حاجة، بس السياق اللي محطوط فيه اللينك ممكن يوصل معنى مختلف خالص عن اللي انت عاوز توصله عشان السياق مش مظبوط. ولنفترض انك في موقع نون ودخلت على مين فاشن او ازياء الرجالة. هنا كلمة كاسيو اللي على الشمال شايفها دي، انت عرفت انك اول ما هتدوس عليها هيطلع لك الساعات الكاسيو، غير لو كنت دخلت في الجزء بتاع الادوات المدرسية مثلا، فانت عارف انك لما تدوس هيطلع لك الكالكوليترز بتاعت كاسيو. خلينا في الاخر ناخد مثال فيه مشكلة هتخلي المستخدم مش متحمس خالص انه يكمل في استخدام الموقع. هعرض المثال دلوقتي، وقف الفيديو وطلع المشكلة وحاول تطلع او تفكر في حل للمشكلة دي نسخة قديمة من نسخ موقع نيويورك تايمز. هنا ده الجزء الأخير اللي هتقابله وانت بتقرأ مقال في الموقع ده. وقف الفيديو بقى وزي ما اتفقنا طلع المشكلة وحاول توجد لها حل. المشكلة ان اول لما الشخص بيوصل لاخر المقال بيبقى اللينك اليتيم اللي موجود بالنسبة له next article in business. واكيد next article in business مش هي الحاجة المحفزة اللي هتخلي المستخدم يخش المقال اللي بعديه. بص بقى على الحل ده، هي دي النسخة الابديتد من ديزاين نيويورك تايمز. هنا الشخص اول لما بيوصل لاخر المقال هيلاقي اقتراحات تانية قريبة من نفس المجال بعناوين تشده انه يكمل قرايه، وكمان الصوره اللي مع اللينك بتوضح اكتر العنوان وبتخلي المستخدم ينجذب اكتر. وهنا نكون خلصنا. متنساش تعمل لنا سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الفيسبوك بيج عشان يوصلك كل جديد.